أنا اسمي فاطمة وخريجة صيدلة، وكان حلم حياتي إن أنا يكون لي مستقبل كبير وعظيم. كنت دايما بحلم إن أنا أساعد أهلي في كل حاجة، لأن أهلي كانت ظروفهم المادية مش كويسة، وعلشان كده أنا من صغري وأنا بعتمد على نفسي، وكان نفسي على الأقل إن أنا أشيل من عليهم عبء المصاريف الشخصية، وإن أنا أعتمد على نفسي وكمان أساعدهم. وعلشان كده اخترت إن أنا أدرس وأتعب وأجتهد علشان ربنا يكرمني وأوصل للي أنا عايزاه. وبالفعل دخلت كلية وتعبت واشتغلت على نفسي كتير جدا، واتخرجت من كلية الصيدلة سنة 2004. كانت سنة التخرج بتاعتي. وقتها قررت إن أنا لأول مرة أخرج برا الوزان، لأن أنا من أسرة مغربية وعايشة في المغرب، وقررت إن أنا أروح العاصمة الرباط علشان أشق مستقبلي وأبدأ طريقي وأحط أول خطوة من خطوات النجاح. وبالفعل أجرت شقة وسافرت وقلت إن أنا هبدأ من الصفر، وابتديت أدور على شغل، ولحسن حظي لقيت شغل بأسرع وقت، وقدرت فعلا أحصل على وظيفة محترمة جدا والحمد لله. لكن للأسف الدنيا ما بتضحكش للإنسان على طول. كان كل يوم بروح الشغل الصبح وارجع من السكن بتاعي من هنا لهنا، وما كنتش بروح في أي حتة تانية، لحد ما في يوم من الأيام واليوم والساعة اللي غيروا حياتي كلها للأبد، قررت إن أنا أمشي من طريق مختصر، وإن أنا أتعرف على أماكن جديدة وأنا رايحة وجاية، يعني من باب التغيير. ومشيت فعلا من شارع كنت أول مرة أمشي فيه، لكن الشارع ده حسيت ناحيته إحساس غريب وأنا ماشية. كنت حاسة بإحساس مريب وكان قلبي مقبوض، وده اللي خلاني ما بقاش مطمنة وأنا مرتاحة من كتر الناس اللي فيه وبصاتهم ونظراتهم. وخصوصا بقى لما لقيت عربية متبقاني وماشية ورايا. في الأول ما كنتش متأكدة، بدأت إن أنا أسرع في خطوتي علشان كنت عايزة أخرج من الشارع ده بأي طريقة ممكنة. وفعلا لقيت العربية قصداني وأنا ماشية، وهي ماشية ورايا، وفجأة ومن غير أي مقدمات لقيت العربية دي جنبي بالظبط، وابتدوا ان هم يكلموني ويقولوا لي كلام وقح وقليل الادب. وقتها قلبي وقع في رجليا، وقعدت اجري ومد واسرع في خطوتي اكتر واكتر، وهم برضو ماشيين جنبي بالظبط. وفجأة اتفتح باب العربية وخدوني بالقوة في قلب العربية، والعربية دي كان فيها واحد سايق العربية لابس نضارة سودا واتنين وراه. وطبعا في اللحظة دي انا ما كنتش محتاجة ان هم يقولولي هم عايزين ايه مني بالظبط، كل شيء كان واضح. ومن بعد دقايق من دلوقتي انا هفقد كل حاجة في الدنيا، هفقد شرفي وكرامتي وعفتي، والحاجة اللي هي اي واحدة ست بتبقى خايفة عليها، وكل بنت طبعا وعارفين ومقدرين قيمتها بالظبط، خصوصا لما تبقى واحدة زي بنت ناس طيبين وغلابة. وهدفي كله في الحياة ان انا ابقى ناجحة في شغلي، وكل ده هو ده كان كل همي في الدنيا لحد اللحظة دي. اول ما ركبوني العربية فضلت اصوت واصرخ واستغيث بيهم، فضلت اقول لهم واترجاهم انا بنت ناس طيبين، حرام عليكم، انا مش عايزة اي حاجة من الدنيا غير ان انا اعيش بشرفي، نزلوني وانا والله ما هعمل لكم اي حاجة يا جماعة، انا دكتورة صيدلانية ومحترمة، انا مش بنت ليل، ممكن تروحوا تشوفوا واحدة تكون بنت ليل وخدوها، لكن انا نزلوني، انتوا مش محتاجيني، ان انتوا محتاجين واحدة تكون، يعني مش محتاجين واحدة تكون عفيفة وشريفة، روحوا شوفوا واحدة شبهكم، واحدة محتاجة كده، لكن انا لا طبعا. كل الكلام اللي انا كنت بقوله ده بالنسبة لهم ولا حاجة، وكل الاستغاثات بتاعتي دي ما كانتش بالنسبة لهم اي شيء، لان هم من البداية ما عندهمش الاخلاق ولا ضمير ولا دين، مفيش اي ذرة احساس جواهم علشان يحسوا بكلامي ده. ولما اتأكدت ان كل عياطي وصويتي واستخاستي دي مش هتعمل اي شيء، لقيت نفسي وفي وسط وانا منهارة بفكر ان انا اركز في الطريق. معرفش بصراحة ايه اللي خلاني اركز او افكر في كده، بس ده اللي انا عملته، وابتديت اركز في الطريق اللي هم واخديني منه، لدرجة ان في واحد منهم اخد باله وقال له اقف بسرعة.
واول ما وقفوا العربية بصلي وقال لي انت بتبصي على الطريق جامد كده ليه؟ طبعا انا ما ردتش عليه في وسط انهياري ده، ولا اعتبرت اصلا ان الكلام ليا. راح جايب حاجة سمرة وراح مغمى عينيا، وفي اللحظة دي انا ما كنتش عارفة اعمل ايه. لقيتني بيجيلي هاجس ان انا اعد ضربات قلبي من لحظة ما غمولي عينيا، وفضلت مركزة في ان انا اعد ضربات قلبي، وكل اللي انا كنت فيه ده موقفنيش لحظة عن التركيز، لحد ما وصلنا لبيته كان مهجور، وهما التلاتة نزلوني من العربية على البيت ده، ولقينا في البيت ده شخص رابع. طبعا كانوا فرحانين قوي بالصيدة اللي هم اصطادوها، وفضلت تاني اصوت واصرخ واستغيث بيهم واترجاهم يسيبوني اروح لحال سبيلي. وقلت لهم والله ما هقول لأي حد على اي حاجة، سيبوني لوجه الله، اعتقوني لوجه الله، اعتبروني زي اختكم. وطبعا برضو ولا حياة لمن تنادي. وبعد ما دخلنا البيت اتصلوا على شخص خامس وقالوا له ان هم اصطادوا واحدة من الشارع وجايبينها، وطبعا هو ما صدق، ما كدبش خبر، وفي لحظات كان موجود في قلب المكان. طبعا في اللحظات دي انا كنت بمر بأسوأ ايام حياتي، واسود لحظة اللي ما اتمنهاش ابدا ان اي واحدة تمر بيها ولا تجربها ولا تعيشها. كنت عمالة اصوت وكان عندي حالة هستيرية، ومن كتر صوتي وزعيقي كانوا بيضطروا ان هم يضربوني علشان اسكت، بس طبعا انا ما كنتش بسكت. دخلوني اوضة وابتدوا يبدلوا عليا، هم الخمسة اغتصبوني من غير اي احساس ولا ضمير ولا اي شيء ولا اي رجولة، لان اكيد الراجل مش هيعمل كده ابدا. كل لحظة كان بيلمس جسمي فيها ما كنتش بحس باي حاجة غير بنور جوايا. كنت حاسة ان انا عايزة اقوم اقتلهم واخنقهم كلهم بايدي، بس طبعا هما كانوا اقوى مني للأسف بكتير جدا، وما قدرتش اعمل اي حاجة غير ان انا اقعد اصوت واصرخ، وما كانوش بيشبعوا ابدا من العلاقة، عمالين يبدلوا عليا، وكان اسد كأني اسد، واسد لقي فريسة، ما بيشبعوش. اعتقد ان هما كانوا بيطلعوا يتفرجوا على افلام اباحية وحاجات زي كده ويرجعوا تاني، لان اللي هما كانوا فيه ده ما كانش طبيعي ابدا. كانوا عاملين زي المرضى، وما صدقوا لقوا حاجة. وفضلت كده 3 ايام، 3 ايام مش بيسيبوني لحظة، 3 ايام بيبدلوا عليا هما الخمسة، 3 ايام وانا عايشة في جحيم، حاسة ان انا جوايا نار، نفسي وعقلي مش بيبطلوا تفكير، وعمالة اصوت واصرخ طول الوقت. وطبعا جسمي ضعف من كتر اللي هم عملوه فيا. وبعد 3 ايام اخيرا زهقوا مني، واخيرا قرروا ان هم يطلقوا سراحي، وزي ما جابوني بالظبط مشوني، لفوا عينيا بحاجة وركبوني عند الشارع اللي هم خاطفيني منه. في اللحظة دي خرجت من هناك وانا ما عنديش شرف، ما عنديش كرامة، كل حاجة بالنسبة لي كانت منهارة، مستقبلي كله اتحطم في ثانية واحدة، في اللحظة اللي هم خدوني فيها وشافوني رغم اللي انا كنت فيه ده. لكن صدقوني اهلي عمرهم ما فرقوا عينيا، احساسي بيهم هما وبالفضيحة اللي هما هيكونوا فيها هبرر لهم موقفي ازاي، وهقول لهم ايه، هقول لهم بنتكم فقدت شرفها ازاي. كنت قادرة بصراحة ان انا ما كنتش قادرة ان انا اتحط في الموقف ده، كنت عايزة اجيب حقي وحقهم وحق البلد بتاعتي كلها، حق بلدي كلها كان في ايديا. وعلشان كده قررت ان انا اطلع اغير هدومي واغسل وشي وانزل تاني، انزل فورا علشان ابلغ عنهم، ومعدتش افكر في اي حاجة، وقلت لازم اجيب حقي، لازم اوثق كل حاجة حصلت، لازم يكون عندي رد لكل حاجة اهلي سيسألوني عنها، لازم اجيب حق اهلي معايا. ورحت فعلا فورا علشان ابلغ عنهم، ودخلت وحكيت كل حاجة هناك في اسم الشرطة. بس للأسف لقيتهم بيقولولي احنا عايزين اسامي المجرمين دول، وياريت مواصفات او اي حاجة تدلنا عنهم، عايزين اي معلومات عن الشخصية اللي انتي بتتكلمي عنها. قلت انا ما اقدرش اقول لكم على اي حاجة غير اقول لكم المكان اللي انا اتخذت منه واتخطفت فيه، لكن انا معرفش الناس دي اصلا، هعرفهم منين؟ ولو انا اعرفهم جيت لكم ليه؟ انا جيت للمباحث علشان هي اللي تجيب لي حقي،
لقيتهم بيفهموني ان هما مش هيقدروا يفيدوني ابدا الا لو جبت لهم اي معلومة عن الشباب دي. خرجت من هناك وانا متحطمة وضايعة. معقولة اروح ابلغ عن الناس اللي اغتصبوني يقولوا لي هاتلنا اي معلومات عنهم؟ طب وانا هجيبها منين وازاي؟ وهعرف الناس دي منين اصلا؟ ما بقتش عارفة وقتها افكر ولا اعمل ايه. جات لي فكرة ان انا اوكل محامي. اكيد المحاميين بيبقى لهم طرق مختلفة علشان يجيبوا الحق بيها. ودورت فعلا وكلمت محامي كبير جدا في البلد وتناقشت معاه، واتفاجئت ان هو بيقولي نفس الكلام. لازم اسامي الناس دي، لازم معلومات مهمة عنهم، لازم تعرفي اي خيط يوصلك ليهم. خرجت من عنده وانا متحطمة اكتر من الاول، مش عارفة اجيب حقي ازاي. يعني معقولة القانون نفسه مش هيقدر يجيب لي حقي؟ القانون اللي هو المفروض هو اللي يدور عليهم مش انا انسانة ضعيفة، والقانون هو اللي المفروض يعمل كل الحاجات دي. ورغم ضعفي ورغم اللحظات القاسية اللي انا عشتها، لكن لقيت نفسي جمعت كل قوتي وقلت لنفسي انا اللي هجيب حقي، انا اللي هرجع شرفي من اول وجديد. محدش هيحس بيا غير نفسي. ومادام بقى المباحث بتقول الكلام ده، حتى القانون واقف وعاجز قدام الناس دي، فانا لازم افكر في طريقة ارجع بيها حقي. وابتديت اشغل مخي واعصر دماغي، واتقمصت كأني كده ضابطة شرطة بدل ما انا صيدلانية. ولقيت نفسي بفكر ان انا اروح عند اخر مكان انا فاكرة ان انا شفته، وابدأ اعد ضربات قلبي لحد ما اوصل للعدد اللي انا كنت عداه. وعملت كده فعلا. رحت على المكان الاخير ان انا كنت فاكرة ان انا شفته ساعة ما كانوا موقفين العربية وربطوا عينيا. وعديت ضربات قلبي، لقيت نفسي وصلت البيت غريب ومهجور تقريبا كده من الظاهر اللي بره. هو ده البيت اللي انا كنت قاعدة فيه، هو ده البيت اللي هم اغتصبوني عنده. قعدت الف حوالين المكان اني اجيب اي رقم او اي حاجة، لحد ما شفت بتاع بريد وخدت الرقم من عليه وخدته ومشيت. قعدت افكر لازم اعرف مين الناس دي، اساميهم ايه، اهاليهم مين، اي حاجة عنهم. وقدرت افكر ان انا كان في واحد بتاع كهرباء محصل انا اعرفه. اتصلت عليه واديته الرقم ده وقلت له ان انا عايزاه في خدمة، ان في شاب محترم متقدم لي وكاتب لي ان ده عنوان البريد بتاعه اللي انا ببعت له عليه، وعايزة اتأكد اذا كان الشخص ده هو فعلا اهله دول وده بيته. عايزة اعرف كل حاجة عنه، عايزة اعرف تفاصيل عن عيلته علشان ما يكونوش بيضحكوا عليا ولا حاجة، لان ده جواز طبعا. وهو قال لي من عينيا الاتنين. وفعلا اديته رقم البريد واستنيته حبة ايام. اتصل عليا بعد فترة وقال لي ان البيت ده بتاع واحد اسمه مراد، وقال لي كمان على عنوان بيتهم الاصلي وعلى شوية معلومات عنهم. خدت العنوان ورحت. ولما رحت اول حاجة شفتها قدامي العربية اللي هما كانوا واخديني فيها وقتها، وعرفت مراد ده هو اللي كان لابس النضارة السمراء، هو اللي كان قاعد قدام في العربية. وفعلا دخلت وخبطت على الباب، حاسة كده ان الناس دي أسرة عريقة، أهله ناس مبسوطين وأغنياء وطبقة عالية. خبطت عليهم وفتح لي واحد منهم، وابتديت أقوله إن أنا صاحبة مراد وإن أنا عايزاه في حاجة مهمة. قالوا لي ثواني وأنده. ودخل ينادي مراد. ومراد أول ما شافني طبعا انهار واتفاجئ وما بقاش عارف يعمل ايه، وبقت عينيه مبرقة كده وطالع يكلمني وهو متوتر وقلقان جدا. وانا كنت بحاول اطمنه بنظراتي وكنت بصاله نظرات حب. ولما طلع يتكلم معايا فهمته ان هو عاجبني قوي، وان اليوم اللي هو اغتصبوني فيه ان انا انبسطت جدا معاه. بس انا مركزتش غير بعدها وقلت له ان انا حبيتك وارتحت لك، وبعد اليوم ده انا خلاص مبقاش عندي حاجة تخوفني من العلاقة، وان انا عايزة اعمل علاقة تانية معاك. طبعا وقتها هو ارتاح وانبسط قوي وصدقني فعلا. وقدرت امثل عليه دور الواحدة الولهانة. معرفش ازاي هو صدق واحدة هو اغتصبني هو واربعة غيره.
صدق ازاي ان المغتصبة هتحب الشخص اللي اغتصبها ببساطة كده. بس هو صدق وانبسط وقال لي خلاص انا هاخدك واروح نفس المكان تاني. قلت له ماشي، وطلعت واستنيت وركبنا العربية ورحنا على المكان هناك. ودخل البيت بقى المرة دي وهو مبسوط، وانا طول الطريق عمالة اقوله كلام حب وغزل، واقوله ان انا ما كنتش عارفة يعني ايه العلاقة غير معاه، وان انا نسيت كل حاجة حصلت، وكل هدفي دلوقتي ان احنا ننبسط سوا. دخلت البيت، واول ما دخلنا بحركة بسرعة كده كان معايا وقتها رشاش، رشيت على وشه. الرشاش ده كان بيخلي عينه كلها تبقى كأنها فيها شطة ونار، ما بقاش عارف يركز ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجة. وفي لحظات ربطته وقعدت قدامي وقعدت اتكلم معاه. اول ما فاق بقى من اللي هو كان فيه قعد يقول لي انت عايزة ايه؟ قلت له مش عايزة منك اي حاجة غير ان انت تقول مين الناس اللي كانوا معاك، واحد واحد، اسم عيلة عيلة، عنوان عنوان، وعايزة رقم موبايلاتهم كلهم. طبعا قاعد يمطوح مني من يمين وشمال، ومش عايز يقول لي اي حاجة، لكن هو كان بيفكرني ان انا بهدد وبس. كان مفكر ان انا انسانة ضعيفة مش هقدر اعمل اي حاجة. الصراحة ان انا قبل الايام دي فعلا كنت كده، كنت انسانة ضعيفة وممكن اذاكر واجتهد واتعب، لكن ما كنتش متخيلة ابدا ان انا ممكن اعمل كل الحاجات اللي انا بعملها دي، ولا زي بتوع الافلام. لكن الانسان لما بيتحط في الموقف ده لازم هيتعامل كده. كنت بستغرب قوي لما اسمع عن تصرفات بنات غريبة زي الاجرام والحاجات دي، بس انا في اللحظة دي كنت مجرمة علشان ارجع حقي. وفعلا لما لقيته كده مش مصدقني ومش متجاوب معايا، كان معايا مشرط، طلعت المشرط وحطيته قدام عينيه وعورته بيه. وقتها عرف ان انا مش بهزر، وعرف ان انا ممكن يطلع مني اي حاجة. وطبعا ما هواش قادر يفهم اللي هما عملوه ده، حولني 360 درجة. وفي اللحظة دي طبعا قال لي على كل حاجة، قال لي على اساميهم وعناوينهم وكل شيء، كل شيء خدته منه، كل اللي انا عايزاه، وقطعت له شريانه وسبته ينزف لحد ما يموت. ومشيت علشان ادور على الضحية التانية، او بمعنى اصح الندل التاني. مشيت بعد ما كتبت على مراية النوم 1 من 5، وقعدت ادور بقى على التاني. عصام كان معروف عنه انه بيقعد على قهوة معينة. انا عرفت مكان القهوة دي، وفضلت قاعدة مستنية ورايحة جاية ناحية القهوة. وطبعا وقتها كنت مغيرة في شكلي علشان ما كنتش عايزاه يعرفني ولا يعرف شكلي. وكان معايا شوية مواد مستحضرات تجميل وحاجات من اللي بتتباع على اساس ان انا مندوبة مبيعات. فضلت رايحة جاية ناحية القهوة دي ما بسيبهاش خالص لحد ما جت اللحظة الحاسمة، لحد ما عصام راح هناك كان بيشرب كوباية شاي. رحت جنبه ووقفت وقعدت كأني ببيعله حاجات، وهو عمال يبص على الحاجة ومشغول. رحت حطله السم ده، ولا كان ليه طعم ولا ريحة ولا حتى لون. حطيته في كوباية الشاي بتاعته بسرعة